بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. كلمتين مهمين جدا يا جماعة، لازم كل غاوي يخلي باله منهم. حاليا طبعا البرودة شديدة والجو ساقع وفي شتاء جامد. فانت نفسك كإنسان بتبقى منكمش، فانت لو لقيت عندك الحمام كانن وكاشش وبتلاقي في بعض فضلات الحمام اتغيرت، اوعى تقلق، اوعى تدخل بأي علاج للحمام. في الحالة ده يا جماعة الحمام بيبقى مناعته ضعيفة، فما تديلوش علاج. ممكن انت اصلا داخل حمام في موضوع مرض وتنهي الحمام من غير ما انت واخد بالك. سيب حمامك زي ما هو، ما تديلوش اي حاجه. كل اللي تقدر تعمله معاه اديله مثلا زود له مثلا البروتين في الكلفه، العدس، البذور، الحاجات اللي هي بتعمل تدفئه. ادي مثلا التحديق طبعا جنب الحمام، ادي رافع مناعه، فيتامينات، الزيوت الطبيعيه يا جماعه والخميره على الكلفه ممتازه جدا في الحالات دي. بتلاقي الفرد الحمام عنده انتعاش. يعني ما تجيش مثلا لفرد حمام كان تقول لا ده الفرد ده تعبان ادي له ايه، اوعى تدي اي حاجه. ادي زيوت وخمائر، ودي روافع مناعه، ودي ميتك وكلفتك الكويسه. وعايز الناس اللي بتامل في الكلفه اللي بتحط طول السنه كلفه والسلام، اليومين دول بس بالذات ما يهمش، تعالى على نفسك شويه، هات كلفه نظيفه. هات كلفه نظيفه فيها يعني مواد كتير وبذور كتير، عشان الحمام بيبقى محتاجه اليومين دول، عشان ما تدخلش نفسك في مرض وفي خلل مناعي وتندم. طيب دي حاجه. الحاجه التانيه اللي عايز اقول لحضراتكم عليها برضو هي الشمس. في اليومين دول شايفين الغرفه اللي احنا مربين فيها الحمام يا جماعه، الشمس داخلها هيئت زي ما حضراتكم شايفين. الشمس داخلها اهو زي ما حضراتكم شايفين، دي الشمس، ده باب كده للشمس. وفي برضه شبابيك احنا قافلينها، في اكتر من شباك احنا قافلينه وسايبين الشباك القبلي اللي بيدخل الشمس. لذلك انا بنصح اي حد بيسمعني وعايز يعمل لفت او عشه لحمامه، اختار المكان صح، اعمل دراسة للمكان، حدد المكان اللي يدخل له الشمس ما يكونش مضر او مؤذي للحمام او ايا كان. لازم تعمل فتحة بابك او فتحة تهويتك يدخل الشمس. الشمس ده يا جماعة بتحمي الحمام من كل الامراض بدون مبالغة. وجود الشمس في المكان بتحمي الحمام من كل الامراض الفيروسية والبكتيرية، بتحمي الحمام وبتخلي فيه هواء متجدد في المكان، بتخلي تهوية، بتخلي ما فيش اي ميكروب، بتخلي الحمام اصلا بتمده طبعا بفيتامين د3 ويعني وقاية ورفع مناعة طبيعية يا جماعة. دي حاجات مهمة جدا. قبل ما تسأل على الفرد ده عنده ايه ومش عارف ايه، لازم تكون عندك استعداد ان انت تكون مؤهل انك تربي حمام وتربي طيور. النهارده الطيور مش سهله، ثمنها غالي. النهارده الكلفه يعني ثمنها غالي، فلازم يكون عندك عده توابع تعملها وشروط لنجاح الهوايه. نظافه السلكات ونظافه مكانك والكلفه اللي يعني عايز اقول لك بقى، يعني تعالى انا نفسك شويه. الناس اللي كانت بتاكل كلفه رخيصه، حاول تجيب في اكتر من حد محترم بيعمل كلفه ممتازه. وفي حاجات في السوق زي الحياني، في حاجات جميله جدا، وفي كلفه اصلا يعني انت مجرد ما حمامك اصلا بتعوده عليها اسبوع واتنين بتخليها حمامك يتحول. ويعني هدي بس لحضراتكم نبذه بسيطه على الزغلول طالع عندنا ازاي. شايفين الزغلول ده؟ زغلول اهو، يعني حتى شايف شوف التكوين بتاع فرد الزغلول طالع عامل ازاي، شعر الاصفر. ده حاجه بسيطه كده برضو، يعني يعني بنطبق اللي حضراتكم بتسمعوه، هو بالفعل اللي احنا بنطبقه. ننصح لحضراتكم على حاجات احنا مجربينها. ولو حابين يعني تستفسروا على حاجه ونتكلم على حاجه، اكتبوا لي في التعليقات، تحت امر الجميع، وربنا يبارك للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.